العقيدة نسير الحاضر واليجي والغا على كل صوت من عندكم نرفع صوتنا بإيجاب بصوتك من صحيت يا حسين هل منا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اهلا بكم مشاهدينا الكرام حسينيين حتى الممات. رحم الله والديكم خدمة الحسين شبابنا الطيبين اللي واقفين في النص. الله يستر عليكم. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام في برنامج في طريق الحسين، ونلتقي بمسؤول موكب أولاد علي. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا بكم، اشكركم على هذه التغطية الحلوة الجميلة. الله يسلمك حبيبي. اريد تحكي لي هذا الموكب شلون سويتوا وشنو اجواء محرم هنا بولايتكم؟ والله هذا الموكب تقريبا صار له 4 سنوات، هاي السنة الرابعة، واحنا الموجودين اللي مؤسسين الموكب اعتقد بين 8 إلى 9 شباب. اتفقنا على اجواء موكب والحمد لله وشكرا سوينا الموكب، بلشنا واشتغلنا، والموكب يعني مثل ما نقول موكب زين وتوزيعات وخدمات. وثاني شغله اللي هي اجواء قضاء المناظره، اجواء كلش حلوه وجميله وخدمه حلوه، واخوتنا اهل المواكب مضبوطين وشغلهم مضبوط والحمد لله والشكر. بارك الله بك وشكرا لك وجعلك من خدام الامام الحسين ان شاء الله. نشكركم على التغطيه والله يحفظكم وتحياتنا لكم طيبين. الله يسلمك. الله يسلمك رحم الله والديك. انتظرونا مشاهدينا الكرام حتى نلتقي بخادم اخر من خدمه الامام الحسين. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام في برنامج في طريق الحسين، ونلتقي باحد خدمه الامام الحسين خادم موكب اولاد مسلم بن عقيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم بشهر الحرام بقناتكم الفضيله، واليوم شرفتونا في ابو صخير طبعا، وابو صخير معروفه بمواكبها الحلوه وبتعازيها الحسينيه، واحنا نشكركم على جهودكم هاي الطيبه طبعا. الله يسلمك وشكرا لك. اول شيء عرفنا عن اسمك والموكب هذا شو وقت اسستوه؟ الاسم الشيخ بهاء لطيف محمد جواد، شيخ فقد عشيره الشحمان على راس. هذا الموكب موكب اولاد مسلم عليه السلام، تاسس في عام 2003 على يد المرحوم سيد حازم الزاملي والمرحوم لطيف محمد جواد الله يرحمه. فمن ذاك اليوم هذا اليوم احنا ملتزمين بهاي الشعائر الحسينيه، وكل سنة طبعا احنا موكبنا من اول يوم محرم لحد يوم 10، ومن يوم 10 للأربعينية، زيارة الأربعينية احنا ملتزمين بها الحمد لله. الله يوفقكم. تشوفون هاي التوفيق قدامكم الامور اللي ماشيين بها. الله يسلمك. اريدك تحكي لي عن مدينتك، شلون استقبلت شهر محرم؟ والله بصخير يعني ما يحتاج لها تعريف، باهلها وناسها الطيبين الحسينيين طبعا، وهاي المواقف اللي مستمرة يعني من أول اليوم محرم يمشون بتقاليدهم وعاداتهم القديمة على آبائهم وأجدادهم، وما في يوم من الايام الحمد لله والشكر قصروا بهذا الشيء، لان هاي خدمه للامام الحسين. انا اللي اعرفه انه ابو صخير طيله ايام السنه هي حسينيه، مو فقط بشهر محرم. فعلا والله فعلا، يعني الناس على طيله عاشور هذا يعني من بدايه النهايه تشوف الناس ملتزمين بالشعائر الحسينيه وبالقرايات وبالمواكب وبنزولهم للشارع، والحمد لله والشكر هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. الله يسلمك. عندك كلمه توجهها للمشاهدين بهذا الشهر؟ والله احنا نريد الالتزام بالشعائر الحسينيه، هذا اهم شيء. صحيح. من شبابنا الحلوين المرتبين يعني ان شاء الله. والله العظيم، لان هذا اليوم عظيم وما ينعاد. صحيح. بالله العظيم، وان شاء الله نسال التوفيق للجميع. الله يسلمك. الله يعزك. الله يسلمك ورحم الله والديك. نشكر قناتكم اللطيفه على هذا رحم الله والديك الشعور الطيب، وكل الشكر والتقدير لكم. الله يسلمك رحم الله والديك. انتظرونا مشاهدينا الكرام حتى ننتقل الى خادم اخر من خدمه الامام الحسين عليه السلام. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام في برنامج في طريق الحسين، ونلتقي مع خادم الحسين البرعم الحسيني والرادود الحسيني حسين السعدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يسلمك حسوني. اريدك تحكي لي شلون تجهزت المحرم الحرام كونك رادود؟ والله انا اول ما جهزت المحرم الحرام حضرت قصايد ونزلت ستوري والعالم قاموا يدعوك. ايه. كم موكب دعاك بهاي السنه؟ 2. انت تحضرت لهم جاي تقرا يمهم؟ ايه. بارك الله. الله يحفظك. من يا شاعر ويا شاعر تاخذ القصائد؟
والله من شاعر محمد الموسوي محمد الموسوي وشاعر واثق العيساوي. واثق العيساوي. بارك الله الله يحفظك. فيك. اريدك تحكي لي، عندك معجبين، عندك ناس تحبك، يعني تاخذ وياك صور بالشارع كذا؟ اي والله. يعني احكي لي اجواءك انت بالشارع شنو؟ أنا من أطلع بالشارع يجون العالم ياخذون وياي صور وكذا. موفق انت، الله حسوني. يحفظك. بيا برنامج شاركت ويا مركز حصلت؟ شاركت ببرنامج وجيها بالحسين وحصلت على المركز الثالث. عاش ديدك. الله الله يحفظك. الله يوفقك، يحفظك. جعلك من خدام الامام الحسين. الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام. ما سمعنا صوتك احنا. رادود. ايه رادود. ايه رادود. اول شيء عرفنا عن نفسك. انا اسمي ذي الفقار رزاق عبد العادل. شرف فيك. بالفقار. عبد الروح. اريدك تحكي لي هاي السنه قريت بالمواكب لو ما قريت؟ ايه قريت. كم موكب؟ قاري لحد الان 3 مواقف تقريبا. بارك الله فيك. اريدك تستمر على هاي خط الخدمه. ايه ان شاء الله حق الحسين ان شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. انتظرونا مشاهدينا الكرام حتى ننتقل الى خادم ثاني من خدمه الامام الحسين. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام في حلقه في طريق الامام الحسين عليه السلام، ونلتقي باحد خدمه الامام الحسين. السلام عليكم. عليكم السلام. اول شيء عرفنا عن نفسك. حسين اسمه. حسين عشيرتك شنو؟ حسين موسى. شرفنا سيدنا حبيبي. على راسي. ابو علي، اليوم انت شايل صوره الامام الحسين وطالع ويا الموكب، شنو هذا الحب اللي بداخله؟ محبة للحسين خي. محبه للامام الحسين. ايه طبعا. بارك الله فيك. حبيبي على أبو علي. راسي. ابو علي يا مواليد 8. 8؟ اي نعم. 8. اي نعم. صار لك ايش قد بخدمه الامام الحسين؟ 5 سنوات. 5 سنوات. من صغير يعني. بارك الله فيك. ايه. طبعا احنا الشيعة او المسلمين بصورة عامة انزقينا حب امير المؤمنين والمعصومين. حب الامام الحسين من طفولتي. بارك الله فيك. حبيبي. بارك الله فيك وشكرا لك، وجعلك الحسين من خدامه. انتظرونا مشاهدينا الكرام حتى ننتقل الى خادم اخر من خدمة الامام الحسين. على هاي العقيدة نسير الحاضر واليجي والغا على كل صوت من عندكم نرفع صوتنا بإيجاب بصوتك من صحيت يا حسين هل منا صير لها الدين بصوتك من صحيت يا حسين هل منا صير لها الدين ما بيني الأصلاب حنا فحنا رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام في برنامج في طريق الحسين، ونلتقي بأحد خدمة الإمام الحسين الشاعر طاهر الجبور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله لنا ولكم الأجر في هذا المصاب الجلل في مصاب أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. سلام الله عليه. الله يسلمك. أبو محمد، أريدك تحكي لنا اليوم عن أجواء مدينتك، وشلون بديت أنت يعني بداية القصائد الحسينية كتبتهن، اليا رادود انطيت، شنو الأجواء اللي أنت تكتب بيها؟ والله مدينة أبو صخير مشهودة لها بالخدمة الحسينية، يعني من أيام الأربعينات والخمسينات مشهودة هاي الولاية. صحيح. أما عن بداياتي فكانت هي يعني حتى بأيام النظام السابق، لكن كانت أنت تعرف صحيح. ما حد يقدر، يعني كنا بياناتنا إلى أن شوية ما بعد 2003 كتبت لهم عمار العرداوي، رادود فاضل فاهم، تحياتنا لهم، الزيادي، احمد زينبي وابو كربلاء، عقيل دمدو، تحياتنا الملا عقيل، اذا علي الحيدري، اي ذول اللي كتبت لهم. شنو الاجواء المناسبه لك للكتابه القصيده الحسينيه باجواء محرم برمضان مثل اغلب الشعراء؟ والله انا عندي باجواء محرم تكون احلى. الله. لان انت تستنبط هاي الافكار من هاي المصاب الجلل، من هذا التوحيد، من هذا المكان، انت تاخذ احدى بالكلمات واصدقها، مثل ما نقول يعني من القلب الى القلب. صحيح. بارك الله فيك. نريد نسمع من عندك قصيده. والله اذا تستحضرني ان شاء الله. ان شاء الله. اكو يعني القصيده بس بيت
ابو ذيه ماشي. بعد رجوع السيده زينب من الشام تخاطب امها تقول لها ترايت قبل ما اجيك شوي روحي ترايت وكان شخصك تلقاني توني من اخوتي يمه ترايت قعدوا وخلى اسولف لك علي عدما عيوني من البواكي عليك عدما وتأمن حقب عيناك عدما احسبهن جروحك زين عدما سهلك وانت سهل الله يسلمك الله شكرا لك الله يسلمك الله يسلمك رحم الله والديك وأنا لك شرف كلك شرف أن أقف أمامكم وأمام برنامجكم والله كلك شرف الله يسلمك رحم الله والديك. انتظرونا مشاهدينا الكرام حتى ننتقل إلى خادم ثاني. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام في برنامج في طريق الحسين ونلتقي بأحد خدمة الإمام الحسين الشاعر محمد الجبوري. السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ زين العابدين. الله يسلمك رحمه الله والديك. أبو جاسم أريد تحكي لي شنو الأجواء اللي تكتب بيها القصيدة الحسينية وهاي السنة ايش حضرت المحرم؟ طبعا الأجواء القصيدة الحسينية مثل ما متعرف تختلف الأجواء أصلا يعني استنادا على الروايات وما أخفيك سر يعني غالبا ما من أرباب المنابر يعني والخطباء اقتبس وأبدي بالكتاب عليها. طبعا الجو يكون في خلوة وهدوء اعتيادي كبقية الشعراء. نعم. أبو جاسم ايش حضرت قصائد لهاي السنة؟ مجموعة من القصائد المنبرية بأصوات رواديد من أبناء المدينة شباب ورواد وكذلك قصتين إلى 3 من القصائد المنصة. أجرك على الحسين إن شاء الله. سمعنا قصيدة اللي كاتبهن. الكاتب هسه ما تصرفني الذاكرة ولكن سأقرأ لك من القديم الجديد. تقول ما يعشق حسين وعشقه بجنون هذا بلا قلب ما عنده وجدان ظلم ينحسب منه ونلتقي به يعني من الخطأ يسمى إنسان. الله يحفظك. حسين الباع كل شيء واشترى الدين وحط روحه نذر للبار قربان قال له اطلب إله وأنا ممنون جسدها بدمه مو لقلق لسان. ذب عياله كلهم مزلم ذيك ترس حلق المناية بريع شبان واحدهم قمر من تنظر عليه شرهم عالشمس من غير دفان جف دم الشهادة وصاروا نجوم من فوق الخلايق نورهم بان وطق عطر الوفا بخدودهم ريح تشم بيه المراجل كل الازمان. هذا الشاهد الله يحفظك هذا الشاهد يسولف لك اليوم وامشي الكربلة وتحقق الآن صيت من السما للقاع ممدود تناوش العليا بدون ذرعان سر هذا الشموخ العانق الكون اجب عز النفوس ورخص الابدان هيك صار لما انطرهم الجيش وش قبضوا مقابل دمهم 8 علم تون المنابر ظلوا سنين وعلى خشوم اللسن صار لهم اعلان اللي يخسر دمه مو معنى مغلوب اللي يخسر شرف يسمى خسران. الله يحفظك. اللي يخسر دمه مو معنى مغلوب اللي يخسر شرف يسمى خسران. وهنيالك يا من خطيش تريد ولقنت الرجال دروس مجان وغطيت القبل والبعدك يصير وجرعت السيوف بنحرك ذعان تشتاق القصايد ليك يا حسين وحدها تجي وتقول هذان وتتعنى الصور من نكتب البيت لأن بيها الحسين تخلى عنوان. الله يحفظك. يا أنزح علاقة دامن الروح ويا آخر عشق حط بي إدمان تدرج قد أحبك أنا يا حسين من قد ما لك عد الله برهان ومن قد البواكي الحفرة العين الغدا تلمن أذكرك تجري نهران ما يبدع ليومك يوم ويزول ولا واهس يحرك طار فردان صفى بس ليك عقل وقلبه هم ليك عشق المنصدق والباقي دخان عشق المنصدق والباقي دخان. شكرا لك أبو جاسم. انتظرونا الله يسلمك الله يبارك. انتظرونا مشاهدينا الكرام حتى ننتقل الى خادم اخر من خدمة الامام الحسين. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام في برنامج في طريق الامام الحسين عليه السلام ونلتقي بخادم الى الامام الحسين الرادود كرار الطائي. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي تاج راسي. الله يسلمك. كروري اول شيء اريد تحكي لي ايش حضرت هاي السنه المحرم؟ والله عدة قصائد خدام الحسين الشعراء والحمد لله والشكر. جاي تقرا بالمواكب؟ ان شاء الله خير من الله هاي المواكب نعمه. الله يسلمك. اريد تسمعني شيء للساده المشاهدين. زينب تقول
موت يا المشلوع قلبك، موت خاطر تستراح. الله. ربعك اللي وياك ماتا، ويعني عمرك كله راح. الله. صيح ايش ما بيك صيح، بعد شي يفيد الصياح. الله الله الله. بعد شي يفيد الصياح. مشوا صحبانك يا قلب المن امتانيهم، امتاني ويردون ربعك عود وتلاقيهم، امتاني ويردون ربعك كون وتلاقيهم. شكرا لك واجرك على ابا عبد الله الحسين. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام في برنامج في طريق الحسين، ونلتقي بخادم اخر من خدام الحسين، الشاعر حازم البختري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم، وعظم الله لكم الأجر وأحسن الله لكم المصاب أبا عبد الله الحسين، سيد شباب أهل الجنة وآل بيته وأصحابه. أهلا وسهلا بكم في مدينة المناظر، المدينة الحسينية بشبابها ونسائها وكهولها وأطفالها. الله يسلمك ورحم الله والديك. أبو كرار، ايش حضرت المحرم من قصائد؟ والله كل سنة احنا نتحضر المحرم، لأن احنا تجي المدينة إن شاء الله عامرة بعشق الحسين وحب الحسين والسير على هذا الدرب الحسين، درب العبرة والعبرة. صحيح. فعندي مشاركة وياكم بدارمي وأبوذية. نسمع. حياكم الله. الله يسلمك. دارت سنة وعاشور متعود يدور. ايه. دارت سنة وعاشور متعود يدور، كالعادة صخم الروح بصخام الجدور. الله الله الله. الله يسلمك، الله يرعاك. الشمر ترضى يا كافل ظل علينا، الشمر ترضى يا كافل لسان السيدة زينب عليه السلام. الشمر ترضى يا كافل ظل علينا، بشمس وخيام ماكو ظل علينا، النصبيع وشبده وظل علينا، بقى النيشان برض الغاضريه. الله 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 الله, الله عليك. شكرا لك ابو كرار. بس اريد تحكي لي نصيحه للشباب، كون احنا بمحرم الحرام، اريد نصيحه للشباب. والله انا انصح نفسي وانصح الشباب ابنائي واخواني. اذا غيرت روحك ما تريد تقول انا شايف. الله يسلمك. انه يظلون على هذا درب الحسين، درب الحسين عبره وعبره. صحيح. ناخذ من عده درس بالثقافه، بالتوعيه، بالاخلاص، بالامانه، بالتواصل مع اخواننا، بالصدق، بالمواساه، باحترام الجار، احترام الصديق، احترام المواكب الحسينيه، احترام خدام الحسين وتقديرهم، ونظل على ان شاء الله يتمسكون بدرب الحسين لانه هو درب النجاة. شكرا لك ابو كرار. شكرا لك. انتظرونا مشاهدينا الاكارم بحلقه جديده من برنامج في طريق الحسين. على هاي العقيده مسير الحاضر واليدي والغا، على كل صوت من عندكم نرفع صوتنا بإيجاب، بصوتك من صحيت يا حسين